تحيا المغرب، تحيا الملك محمد السادس، بحبكم بالزاف بجد كتير كتير وبالمجان دون اي محاميين بالرباط واحسن محاميين بالمغرب. سيدة اسماء قبة حقوقية، امرأة وام. تحيا المغرب، تحيا الملك محمد السادس. وبالتالي احتفظ بالاطفال لمدة سنتين. هاد الاطفال تعرضوا لمجموعة من التصرفات ومجموعة من السلوكات اللي عرضتهم لواحد الضغط نفسي. متابعينا الكرام، متابعي قناة عاجل المغرب اليوم تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في فيديو جديد، وهذا المرة مع الموضوع اللي كنا شاهدنا بزاف، اللي شاهدوا بزاف ديال المغاربة واللي تعاطفوا معاه المغاربة، اللي هي القضية ديال آية الأم المصرية اللي جات عندنا المغرب كتقلب على الأولاد ديالها، على الأبناء ديالها اللي خطفهم الزوج ديالها. ولادو ماشي خطفهم، وإنما هي صفتهم ليه باش أنهم يشوفوا الأب ديالهم من بعد ما غبر عليهم مدة ديال 13 سنة، وفي الأخير يعني ما بقاش بغى يردهم للأم ديالهم وتقطع مع الاتصال. المهم هاد الأمور كاملين عارفينها انتم، والزوج راه مبحوث عليه. وكانت قلت بأن غادي تكون عندها جلسة اليوم الاثنين، واليوم غادي نشوفوا تفاصيل ديال اللي غادي تقول آية من بعد ما دازت هاد الجلسة. خليكم مشاهدينا الكرام مع التفاصيل باش نعرفوا واش نوقع. تنويه بس ان الاولاد مش مخطوفين، الاولاد ممنوعين من نزولهم لمصر من الاب، تمام؟ عشان بس نحط كل حاجه في نصابها الصحيح، لان مفيش اب بيخطف اولاده، بس هو الامور المفروض ان هم يرجعوا بشكل قانوني، ما رجعوش. وطبيعي انا ام ودول ولادي لازم اروح لهم لاخر العالم، لاخر الدنيا. انا عمري ما كنت اعرف اعمل حاجه في المغرب الا من اهل المغرب، من السيده اسماء حقوق الطفل، ماسكه رئيسه جمعيه حقوق الطفل والمراه للتعنيف والاطفال المشردين. تضامنت معايا وجابت لي محامين مغاربه من الرباط، 4 ساعات سفر لحد ما يجوا لي مكناس، السيد احمد والسيد صوفي. الناس دي انا مش عايزه اقول عملوا معانا ايه، مش عايزه اقول تضامنوا معايا ازاي، مش عايزه اقول وصلوني لحد ايه دلوقتي، ان انا اخد ولادي ويبقوا في حضني لحد ما امشي لمصر، لحد ما القرار المغربي يطلع رسمي. تحيا المغرب، تحيا الملك محمد السادس، بحبكم بالزاف بجد كتير كتير وبالمجان دون اي. خليني اتفضل. نعم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، في الاثناء يحضر معنا رئيس كتيبه زيرو التفاهه احمد الصوفي الاستاذ والدكتور في هذه القضيه، واللي موكلا عن الاخت او المدام آية العربي بدون مقابل. نعم بدون مقابل. احمد الصوفي، مستجدات الملف، كيفاش جات المؤازره ديالكم وما هي حيثيات هذا الملف؟ حضرنا اليوم كما يعلم الرأي العام ويعلم الرأي العام بمصر الشقيقة على أن الأخت آية يعني حضرت إلى المغرب من أجل استرجاع الأطفال ديالها اللي كان جابتهم في إطار زيارة للأب ديالهم، إلا أن الأب احتفظ بهم هنا لمدة 2 سنين، وبالتالي يعني الأطفال اشتكوا من العنف الذي تعرضوا له من طرف الأب وأشخاص آخرين. وجاءت الأخت آية من مصر، هذه الأم المكلومة، جاءت في واحد الوضع اللي هو وضع دراماتيكي، وضع مأساوي، من أجل استرجاع فلذات كبدها، لكون أنهم كينحادروا. هي مصرية والزوج ديالها أو الطليق ديالها بالأحرى أيضا مصري، اللي جا لهنا لمدينة مكناس، وبالتالي احتفظ بالأطفال لمدة 2 سنين. هاد الأطفال تعرضوا لمجموعة من التصرفات ومجموعة من السلوكات اللي عرضتهم لواحد الضغط نفسي، بل أنهم اشتكوا بالعنف أيضا اللي تعرضوا ليه. وبالتالي الأم جات من مصر من أجل استرجاعهم. اليوم جينا من مدينة الرباط استجابة أولا للأخت الجمعاوية، الأخت المناضلة أسماء قبة، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد. وبالتالي نبنى على الجمعية نيابة عن التي أزارت هذه السيدة آية السيد من مصر، وكان التقديم أمام السيد وكيل الملك اليوم بعدما تم استمعت الضابطة القضائية للأطفال بالأمس، ليلة الأمس، وكانوا مؤازرين برئيسة الجمعية اللي اتصلت بنا، وبالتالي ضافرت الجهود من أجل أن الأطفال أمر السيد وكيل الملك بالأمس من أجل إحالتهم على مؤسسة خيرية حتى لا يبقوا تحت الضغط والعنف ديال وهذا الشيء اللي تيقولوا الأطفال، لأنه رأوا شفنا آثار ديال العنف على الأطفال. الأطفال كيشكيو من العنف وكيشكيو من المعاملة القاسية، بحيث أنهم كانوا كيقضيوا الحوائج ديالهم الضرورية
من أكل ومن ملبس ومن طبخ بأيديهم، وهم أطفال صغار 10 سنين 11 سنة 13 سنة أو 14 سنة. اليوم أمام تقديم السيد وكيل الملك مشكور، أيضا بابتدائية مكناس السيدة النائبة المحترمة الأستاذة دنيا الفهم، هذه المرأة الطيبة اللي عطات واحد الوقت ثمين ديال 3 سوايع استماع للأطفال، استماع للسيدة آية، وأيضا الزوج ديالها اللي كان مؤازر بالدفاع. كنت برفقة زميلي عضو ديال الخلية الأستاذ أحمد شتات وخلية زيرو تفاهة، سجلنا حضور قوي اليوم ديال الخلية من أجل مؤازرة هذه السيدة رأفة بأطفالها، من أجل إرجاع البسمة لها، ومن أجل أنها تسترجع فلذة الكبد ديالها. شفنا واحد المنظر، يعني واحد المشهد في حقيقة إنساني، هو أن الأطفال كانوا كيتشبتوا بها وكيبكيو. رجعنا لهم الطمأنينة لما السيد وكيل الملك عطانا مشكور، عطانا الإذن بالاحتفاظ بالأطفال اللي غادي تحتفظ بهم هنا برفقتها بمدينة مكناس إلى حين نستكملوا واحد الإجراءات ضرورية اللي هي تديل هذاك القرار ديال استرجاع الأطفال فورا اللي جابته من مصر. هذا القرار اللي صدرته النيابة العامة في مصر غادي نديلوه باش يولي كينطابق أو يتماشى، يعني كيتسمى التدييل أمام القضاء المغربي هنا. وبعد ذلك سوف تتمكن من استرجاع أطفالها بشكل نهائي، وهذه الإجراءات غتكون مستعجلة. المهم بالنسبة لنا اليوم أنا والزميل ديالي دافعنا بقوة، وأيضا رئيسة الجمعية الأخت أسماء قبة، هذه المرأة المناضلة المحترمة، دافعنا بقوة من أجل أن الأطفال ما يرجعوش عند الأب، ما يبقاوش في الضغط وفي العنف. وأيضا دافعنا باش ما يمشيوش لشي خيرية أو شي مركز ديال حماية الطفولة، يبقاو مع الأم ديالهم، غادي الحاضنة غادي يبقاو في شي غرفة اللي غادي تكون على نفقة الأب، وغادي بيت يعني اللي غيكون فروش، وبالتالي غادي توفر لها كل الاحتياجات وكل الضمانات باش تبقى مع وليداتها وتمنحهم الحنان. هذا راه غياب وحرمان ديال سنتين ديال هذه الأم، ومن بعد راه غيكون إجراءات مستعجلة جانبية اللي غادي نديروها بالموازاة مع الاحتفاظ بالأطفال. وغادي إن شاء الله نفرحوا جميعا بعد ما فرحنا اليوم بقرار نهائي من تسليم الأطفال ديالها والرحيل بهم إلى مصر، باعتبارهم ينحدرون من أب مصري وأم مصرية. وكنسجلوا كخلية الحضور القوي على أننا كنحاربوا التفاهة. الشعار ديالنا زيرو تفاهة زيرو إجرام إلكتروني، ولكن اليوم أيضا زيرو تفاهة زيرو إجرام في حق الأطفال أو في حق الطفولة كيفما كانت، سواء كان أطفال مغارب أو أطفال أجانب، فنحن معهم. وبالتالي كان مين اصلا صوفي وبيسب مين احمد اشتات، ومين اللي بيسبهم؟ انا مش فاهمه، بس ده اللي فهمته. يعني اقسم بالله اشرف ناس، اقسم بالله اشرف ناس المحترمين اللي والله لولاهم ما كنت هاخد ولادي، والله ما كنت هاخد ولادي واروح في حضني النهارده. هاشتاج احمد اشتاتو، هاشتاج المحامي صوفي، احسن محاميين بالرباط واحسن محاميين بالمغرب. سيدة اسماء قبة حقوقية، امرأة وام، تحيا المغرب، تحيا الملك محمد السادس. شكرا ليكم، ادعوا لي اوصل لمصر بولادي الان بعد قرار يا رب ان شاء الله. باقى مجموعه ديال الاجراءات القانونيه اللي غادي يشرف عليها يا رب. انت مكمل باش يجي عندك واحد الدوله ديالك وياخذ الحق ديالو ويقولها فيك زوينه، راه خصك تكون دوله بحال المغرب. مكمل وهنجيب صواريخ وبالونات. ماشي ايوه نعم. اليوم بعد الاجراءات اللي خداتها النيابه العامه والقرار ديال السيده النائبه المحترمه، غادي ترافقك عناصر الامنيه من منزل الاب من اجل استرجاع الابناء. اما هي الاجراءات اللي غديري الان؟ لا الولاد جم من الولاد اتفضلي. السلام عليكم. ومن خلالك تحيه للمراه المغربيه. اهلا وسهلا. بالنسبه للاجراء اللي مازال دابا، الاجراء هو ان دابا من بعد ما صدر السيد وكيل جلاله الملك الاوامر ديالو انها يبقاو الابناء في الحضن ديال الام ديالهم لحين تحيين الاجراءات، تديين الاجراءات اللي غادي يقوموا بها طبعا الاساتذه المحترمون، غادي يبقاو معاها. ودابا كانوا في الرعايه الاجتماعيه. نعم هما نهار الجمعه كنت انا التحقت بالاخت آية بعد ما شفت النداء ديالها، والتحقت بها لان مدينه مكناس. كان نعم تفاعلت مع المباشر ديك الساعه، كنت انا تواصلت معها بالصباح وقلت لها الجمعيه راها معاك ان شاء الله، وحنا معاك حتى ان شاء الله تاخذي حقك باذن الله. اللي عنده شي حق غادي ياخذه. فعلا جينا تنقلنا عندها لمدينه مكناس،
كانت اجراءات شويه طويله بزاف نهار الجمعه. فعلا جاو الوليدات، جينا لهنا المحكمه انا والاستاذه انا والسيده ايه، جينا عند السيده وكيله جلاله الملك هنا في الخليه ديال العنف من اجل باش تشوف وليداتها، لان كانت مسكينه ما تتشوفهمش. فعلا عطاتنا النيابه العامه اننا تشوف الوليدات ديالها في حضور الشرطه. جابوا لنا الوليدات. للاسف ان الوضع اللي شفناه ديال الوليدات هو اللي خلانا حنا كجمعيه تناهض العنف ضد المراه والطفل باش زعما ندافعوا بكل قوه ان الوليدات ما يباتوش مع الاب ديالهم بعد نهار الجمعه والسبت والحد حتى نهار الاثنين، باش ما يكونش هناك ضغط. وحتى الوليدات مشاهدينا الكرام حسب تعبير الام ديالهم كانوا كيتعرضوا للعنف من الاب ديالهم ومن زوجة الاب، حيت الاب ديالهم من بعد ما جاء للمغرب وهو مبحوث عنه في مصر وما قدر انه يرجع للمغرب، كيقولوا ان هذوك الوليدات كيتعرضوا للعنف، بل انهم اللي كيدويو مع الام ديالهم كيقولوا لها راه حنا كنشقاو، راه حنا كنديروا الاشغال ديال الدار. هادشي اللي تيقولوا الاولاد وهادشي اللي ظهر على الجسد ديالهم. الاولاد تيتهموا الاب ديالهم، طبعا خدات الاقوال ديالهم وطبعا استمعوا لهم الشرطه وكذلك حنا درنا تقرير. لا اظن، وانما ربما ضغط انهم باش ما يبغيوش الام ديالهم، ما يمشيوش عند الام ديالهم، ما يهضروش، ما يتمسكوا بالاب ديالهم. لكن حنا دائما تنقولوا العنف لا للعنف. الوليدات ما يضربوش، الوليدات متمسكين بالام ديالهم، متمسكين انهم يرجعوا لمصر. بقينا معهم فعلا حتى تغير القرار وتحطوا في مؤسسه بسمه هنا عندكم في الرعايه. طبعا مشكورين على الاهتمام ديالهم، مشكورين جدا على الرعايه ديالهم وعلى المقابله ديالهم للوليدات اللي ما سخوش بهم. اليوم الحمد لله التحقوا بنا الاساتذه المحترمون جزاهم الله خيرا، يعني متطوعين كذلك معنا في هذا الملف، الله يكثر خيرهم. كانت يعني بزاف، تقريبا 4 ساعات ياك استاذ ديال المرافقه. المغرب فيها حراميه، المغرب فيها وعز الجلال الله ما فيه، وعز الجلال الله. انا بمشي في المغرب 3 الفجر بنزل اجيب اكل. امبارح كنت تعبانه ورايحه المستشفى محمد السادس الخامس، مستشفى محمد الخامس الساعه 4 الفجر. اقسم بالله التاكسي راجل كبير في السن ما سابني، وداني المستشفى واستنى لحد ما خلصت محاليل، وطلع بيا جاب لي من الصيدليه مفتوحه ما لقاهاش، خد الرقم اتصل بصيدليه طوارئ. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ووصلني لحد الفندق. عايزه حاجه تاني؟ قلت له لا شكرا. ايه ده؟ تقول امان ايه؟ انا متشاله. اليوم كانت مجموعه من الاجراءات داخل قسم الشرطه الدائره السابعه وحتى بولايه المكناس. كيفاش كنتعاملوا مع الامن الوطني؟ كيفاش دازتوا الاستقبال؟ كيفاش دازت المراحل ديال لا كله الناس محترمه، بيستقبلوني استقبال محترم، لاني قبل ما اكون ام انا ست، وانتوا المراه عندكم حاجه كبيره، فلا استقبلت استقبال محترم. كل حاجه ماشيه صح، الاجراءات ماشيه صح، ماشيه قانوني. هي الوقت شويه ممكن انا عشان ام مستعجله، بس ده قانون وانا القانون بحترمه، وانا هفضل معاكم لحد الاخر لحد ما نروح لمصر. وانت بقى بالذات بص يعني ربنا يرضيك ويعطيك حتى ترضى ويعطيك بعد الرضا بحق لا اله الا الله. وشكرا. سؤالي لك يعني كآخر سؤال، ما رد طريقك يعني بعد هل كانت هناك مواجهه؟ وانا عرضت الصلح وان انا اتنازل عن كل شيء واخد ولادي على اسالهم وبرده ما كانوا معايا، وان انا اخد ولادي ونمشي والسلام عليكم وعليكم السلام، واطلع له اعتذار رسمي كمان. ما بغاش لا. عرضتي هذا العرض؟ عرضت، اقسمت بالله قدمت سامح واتنازل ووصلنا في المطار ونتصور كلنا. وشكرا كتر خيرك. خلوا صوره جميله بينا. شكرا كتر خيرك. وما رضيش. ما رضيش. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو تقولي للمغاربه اللي كيشاهدوك؟ بحبكم. الاب جاحد جدا رغم انه غادي تسمح ليه في كل شيء، الا انه هو باقي متمسك بالقرار ديالو بزاف. كلهم كيشوفوا بحبكم بزاف يا كل ام وكل اب وكل اخ. كملوا معايا لحد ما اروح مصر، بس بحبكم. نعم شكرا لك. ونرجع عند السي محمد الصوفي. لا الاستاذ الصوفي كان نوجه عطيني معاك. لا مرحبا. كنوجه رساله لاولئك المتصدقين اللي كيقولوا لنا انتم كتمشيو غير لفاس وجديده، تنقول لهم احنا اليوم في مكناس، احنا اليوم في العاصمه الاسماعيليه، وغنمشيو لفاس وغادي نمشيو لوجده وغنمشيو للمدن الجنوب الصحراء ان شاء الله، وغادي ندوروا في المغرب كله، غنجيو هذه بلادنا. اكثر من ذلك
المكان اللي حلينا فيه كتكون في امطار الخير. نهار بدينا هذه الحمله ديال زيرو تفاهه غادي نرجع معايا اكثر من 2000 ديال الناس الان على المباشر. اليوم ما هي الاجراءات من اجل انه ان شاء الله وكما سمعنا من عند مدام آية، واش غتقدر تدي وليداتها معها لمصر؟ لا اكيد 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 بحول الله وباذن الله ان شاء الله غادي تدي ولادها معها. كان اليوم اكبر رهان انها اليوم استرجع وليداتي يباتوا في الحضن ديالها، استرجعتهم. الاجراءات الاخرى المواليه غادي ان شاء الله ناخذوها بشكل استعجالي باش نفرحوا مع الجميع، وغنمشيو حتى للمطار باش تدي وليداتها وترجع معززه مكرمه من بلدنا المغرب، هذا البلد الشريف المعطاء الى مصر الشقيقه. وحنا زيرو ظلم، زيرو تعدوا على الاطفال، زيرو عنف. وزيرو عنف. وكنحييو حنا الملك ديالنا الله ينصروا لنا الوطن ديالنا الحبيب اللي كنجيو نزوروه في اي وقت وفي اي هذا، وعندنا غير على الوطن. قال المظلومين بس، مش قناه وخلاص للصحافه الصفراء، لا، صحافه عادله. شكرا شوف تي في، شكرا. تبارك الله عليكم. الله يسهل عليك كما كيقولوا المغاربه والمغربيات. الله يكمل بخير. استاذ الشاشو تحياتي ليك، تحيه للاستاذ صوفي، تحيه للمدام اسماء الحقوقيه والمناضله عن جهه فاس مكناس اللي كنفتخروا بها. نعم تفضلوا استاذتي، كلمه لنا تبقى معنا. نعم. على انكم وصلتوا النداء ديالها، وصلتوا الصوت ديالها. شوف انا والله الا عزيتي عليا منين شفتك هكا، اقسم بالله باش تكون هكا سارد بهذه الدرجه ودير دير تغطيه، والله العلي العظيم الا شكرا. شوف هذا المعروف، هذا المعروف على شوف تي في. شوف هذا المعروف على شوف تي في. في الشتاء، في البرد، في الزلزال، في الواد، في كل شيء، هذا هو المعروف على شوف تي في. تنحييكم بزاف، تنحييو كذلك جميع الصحفيين والصحفيات. شكرا لكم بزاف بزاف. صوت من لا صوت له. شكرا لك مدام اسماء وتحياتي لك. إذا مشاهدينا الكرام، كيف ما تابعتوا معنا في هذه القضية ولله الحمد، المغاربة أولا بعد تعاطفوا مع هذه الحالة، وأنا شفت كميات تعاليق في الفيديوهات اللي قبل لكل شيء تعاطف، أغلبية تعاطف مع المصرية إلا نسبة قليلة هي اللي كتنتقد. هذيك واحد النسبة أصلا راه معروفة بهذاك الانتقاد، كيبقاو يقول لك إلا كنت حنا عزعنا البراني ما كذا، وإلا كنتي انت عندهم، وإلا كنتي انت كمغربي واش غادي. حنا ما كيهمناش هذاك الشيء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شتو واخا يكون شي واحد بينك وبينه شي عداوة، واخا هاد الناس هادو اهل مصر فوق راسنا ما بيننا وبينهم. انا كنعطيك مثال، واخا يكون شي واحد بينك وبينه مشاكل، عاملوا بالتي هي احسن، والاجر ديالك راه كتاخذه من عند الله تعالى. الاجر راه ما كتسناش انت الناس يعطيوه لك، واخا تعامل هذاك اللي سميتو اللي هو ما سميتو، راه الاجر راه الله تعالى اللي كيعطيه لك. الاطفال اولا بعد ملي وقعت هذه القضيه وملي جات الام تشكات من العنف ديال الاطفال، بدايه بعد تم اتخاذ واحد الاجراء قانوني، تم الاحاله ديالهم على مؤسسه خيريه كونهم كانوا كيعانوا من العنف حسب تعبير الام، والابناء كذلك تم وضعهم في الخيريه الى حين تحيين او انتهاء الاجراءات والحكم بالحضانه اما للزوج او للزوجه. اما اليوم من بعد ما كتدوز هذه الجلسه هذه كيتعطى الايد للام باش انها تحتفظ بالاطفال عندها الى حين صدور القرار باش تقدر انها تنقلهم وتعاود ترجعهم لمصر، لان هذه الامور هذه تستدعي اجراءات. وفي الاخير مشاهدينا الكرام، العداله غادي تاخذ مجراها، وهذه القضيه غادي يكون لها نهايه سعيده ان شاء الله. الابناء الثلاثه ديال آية غادي يرجعوا لها بعد ما تكمل الاجراءات القانونيه، وغادي تعيش معهم لحظات الفرح اللي كانت محرومه منها. رساله اليوم لكل واحد تابع شي قضيه، راه خصك الصبر والثقه في القضاء، لان هذه الامور هذه كتجيب لك الحق، وما كاين حتى شي ظلم اللي كيدوم. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. حتى هنا مشاهدينا الكرام غنكون وصلنا لختام هذا الفيديو. خليونا الآراء ديالكم في التعاليق بخصوص هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.